طبعا كلنا فاكرين شريف نصار الشاب المحترم اللي مات بسبب التنمر عليه والبغض عليه والكره ليه والحسد عليه. هو شريف نصار ده لا اول واحد ولا اخر واحد، لان من طول ما الناس البغيضه والناس الحقوده والناس الحسوده موجودين في حياتنا عمر الظاهره الغريبه دي ما حتنتهي. شوفوا كده الشاب اللي هتسمعوه في الفيديو اللي هشغله لكم دلوقتي ده، وبعد كده ارجعوا لي عشان نعلق على كلام الشاب ده. ماشي، انا هسمعكم اللي مني بص لي ازاي. ما انتوا خاربينها ياما، حد قدكم خربينها. عيني بقى عليكم بكس عمالين نتكلم كمان حسيتكم انت واحمد وعبده خربينها لكم في العون ياما. اجي اشيلكم الفلوس طيب؟ افهموا او روحوا لحد بيفهم. جبت مليون مشاهده، جبت 5 مليون، جبت 100 مليون مشاهده، والله ما باخد فلوس، والله ربنا جعل في وش القبول الناس تهزر وتضحك معايا عشان انا بص اوريكم حاجه اهو. انتوا ما تسالوش عليا، انتوا ما تعرفوش عني حاجه، انتوا ما تعرفوش عني حاجه. ادويه اكتئاب، افهموا. هترتاحوا من كتر التفكير فيكم. اخش في قطر، اخش في اي حاجه ماشيه في الشارع، انتوا هترتاحوا. ده بيت شهر رمضان كان هنا اسود تحت عينيا وجالي اكتئاب وكنت هموت باكتئابي. انتوا عايزين ايه طيب؟ انتوا عايزين ايه؟ انت ممكن يكون ربنا مخلى الناس تشوفني وخلى الناس تفرحني لان انا كنت داخل على حاله، حتى انا عندي اكتئاب حياتي. افهموا انتوا. عامه يعني هو كده الاعمال بيد الله، بس لو مت ابوس ايدكم يا جماعه. اي حد شايل الخشبه بتاعتي يقول لكم انا قريب وعمال يعيط اضربوه بالشبشب، اضربوا ميتين امه بالشبشب. انا ما فيش حد من قرايبي بيسال عليا، ما حدش وانا هو شايل الخشبه يقول لكم دوت عزيز علينا، ده غالي، ده كان مش عارف ايه. لا يا جدعان كده، اقسم بالله بيبقى كده، اقسم بالله العظيم بيبقى كده. الكلام ده بيبقى كده، بيبقى يا حلوه شوفيني ويا كاميرا صوريني. انا هو عايش اعمل حادثه، اجوع، يبقى عليا ديون، يبقى فين مكفيني، ما حدش بيسال عليا. هو ربنا اللي بيمشيها بالستر عشان خاطر 5 عيال، فكله هيفضل يمثل وكله هيفضل يحكها عشان شافني ان انا اتشاف. انا ما خدتش فلوس، اطمنوا والله العظيم ما جالي فلوس. اقسم بالله لو جالي فلوس انا ابن حلال، انا ابن حلال. لو جالي فلوس اقسم بالله العظيم انا هسال على الغريب قبل اللي مني. طب بالله عليكم الكلام اللي انتوا سمعتوه من الشاب ده مش حاجه تقهر؟ الناس ليه مش عايزه تسيب غيرهم في حالهم؟ انا نفسي افهم انت هتستفيد ايه لما توصل لحد ان انت بتبغضه او ان انت بتحقد عليه او ان انت غيران منه او ان انت بتحسده؟ بغضك او كرهك او حقدك او حسدك هو هيتجازى عليه خير وانت هتتجازى عليه شر، وفي الاخر برضه مش هينولك منه غير خير ليه وشر ليك. فما تضغطوش على الناس لدرجه انكم توصلوهم لمراحل انتوا نفسكم ممكن تندموا عليهم، لان لو هو عمل في نفسه حاجه انت اول واحد هتشيل ذنبه. ما تتهموش الناس بالباطل، سيبوا الناس في حالها. يعني الناس كلها عماله تقول لك الميديا والسوشيال ميديا وبيعملوا فلوس قد كده من السوشيال ميديا. انا احد الاشخاص اللي عانيت من القصه دي، عانيت منها كتير، ويمكن البوستات اللي نزلتها عندي على الصفحه تاكد لكم الكلام اللي انا بقوله ده. ولكن الحمد لله يعني ربنا الهمني الصبر على الاشخاص دول او الهمني الصبر على الناس اللي زي دي، وربنا يكفينا شرهم ويبعدهم عنا. لان للاسف الناس فاكره ان السوشيال ميديا دي بترخ ذهب وياقوت ومرجان. انت بدل ما تحسده ادخل انت بنفسك السوشيال ميديا وشوف بنفسك، ولو لقيتها بتجيب الكلام اللي انت بتقول عليه ده ابقى اطلع وقول لنا وعرفنا عشان نعمل زيك ونجيب زيك. فلله سيبوا الناس في حالها، الناس بقى فيها اللي مكفيها واكتر، وربنا يعافينا ويعافيكم من النوعيه دي من الناس.